صباح الخير. النهاردة هنعمل الليزي كيك، من أسهل وأبسط الكيكات الباردة اللي ممكن تجربوها. مش بتحتاج لا فرن ولا بيض ولا أي تعب خالص، كمان أي حد يقدر إن هو يعملها بمنتهى السهولة. كمان مكوناتها بسيطة جدا، فيلا نبتدي ونقول بسم الله. هنحتاج حوالي 250 جرام من البسكوت السادة، أي نوع تحبوه، بسكوت شاي، دايجستيف. هنحتاج كمان معلقتين كبار من السكر و4 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. كمان اضافه لو تحبوا معلقه صغيره من النسكافيه سريع الذوبان، ومهم جدا في الوصفه دي معلقتين كبار من الزبده. كمان هنحتاج تقريبا 80 جرام من الشوكولاته الدارك او بالحليب. اول حاجه هكسر البسكوت لحتت صغيره عشان يكون جاهز لما نيجي نحط عليه الشوكولاته. والحجم ده مناسب جدا. بعد كده في طاسة هزود السكر والكاكاو مع بعض والنسكافيه لو حابين. هقلبهم مع بعض الأول واحاول افتت أي كتل في الكاكاو. بعدين هنزل عليهم بكوباية مية 250 ملي، وممكن جدا بدل المية تحطوا حليب. هقلبهم سوا وبعدين هرفعهم على النار مع التقليب المستمر. أول ما المية والكاكاو والسكر يسخنوا هزود عليهم الزبدة، قطع الشوكولاتة، واستمر في التقليب لحد ما كل حاجة تدوب وكمان يدخلوا في مرحلة الغليان. النار هنا لازم تكون هادية جدا. هسيبهم يغلوا مع بعض لمدة 3 دقايق تقريبا. عاوزين كمية المية تقل عشان الصوص يتقل، بس نفضل نقلب على طول عشان ما يتلسعش مننا. اول ما تحسوا ان الصوص تقل شوية هنطفي النار ونسيبهم يهدوا حوالي 10 دقايق. هرجع البسكوت مرة تانية، هزود عليه مكسرات. انا هنا حطيت فستق، ممكن تحطوا فول سوداني كمان او اي نوع تاني، وهي عموما خطوة اختيارية، ممكن ما تحطوش اي مكسرات خالص. بعد ما الشوكولاتة هديت شوية هنزل على البسكوت بكل الكمية ونقلب بالراحة يدوب بس نغطي كل البسكوت. لو حسيتوا ان الشوكولاتة كتيرة شوية ممكن ترجعوا تزودوا بسكوت تاني. حطيت تقريبا 10 وحدات من البسكوت. بعد كده احط البسكوت والشوكولاتة في اي صينية او اي قالب عشان تدخلوهم التلاجة. مهم جدا لو هتستخدموا قالب مش بيتفك زي ده فلازم تحطوا ستريتش راب في القاعدة بتاعة القالب وكمان في الاطراف، وتخلوها عالية عشان تغطوا بيها سطح الكيك لما تسووه قبل ما تدخلوها التلاجة، وكمان تطلعوها من القالب لما تبرد بكل سهولة. حطيت كل الخليط، هساوي السطح كويس وغطيه وعلى الفريزر لمدة نص ساعة عشان لما نيجي نحط طبقة الشوكولاتة سطح الكيكة يكون بارد. هستخدم هنا لوح شوكولاتة اي نوع تحبوه. زودت عليه 4 معالق كبار من الحليب، انتوا خلوهم معلقتين بس. كمان معلقة صغيرة من الزبدة، وهدخلهم الميكروويف لمدة 30 ثانية بس الحليب يسخن. مجرد ما نقلبهم مع بعض كل حاجة هتدوب على طول. بشرت عليهم مكعب شوكولاتة نفس اللي انا استخدمته في الاول عشان بس اللون يغمق شوية. واخر حاجة هزود عليهم شرايح لوز او فول سوداني، تقليبة سريعة وبس كده. بعد ما الكيكة بردت شوية والشوكولاتة لسه دافية على طول هنزل على الكيكة واسوي السطح وعلى التلاجة اقل حاجة من 4 ل6 ساعات. ممكن كمان تسيبوها ليلة كاملة في التلاجة زي ما انا عملت بالظبط. ده كان تاني يوم. ولو مستعجلين عليها ممكن تدخلوها الفريزر لمدة ساعة او ساعتين، تطلعوها 10 دقايق تهدى شوية قبل التقطيع. وبس كده، بسيطة وسهلة وسريعة. وإضافة المكسرات مش ضروري أبدا. طعمها رهيب وناعمة جدا وقوامها مظبوط، وبجد لو مجربتوهاش قبل كده فانتوا فايتكم كتير، لازم تجربوها. حبوها جدا من كتر ما هي سهلة وطعمها يجنن. ولو انتم من محبين الشوكولاتة فبجد الكيكة دي هتحبوها جدا من كتر ما هي سهلة ومليانة شوكولاتة. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وكومنت على الفيديو. ولو في اي وصفات حابين ان انا اعملها ياريت تكتبولي في الكومنتات. كمان لو حبيتوا الكيك هتلاقوا كل المكونات بتاعته في صندوق الوصف. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله.